السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم السفه المدفونه كيف كنقولوا ليها بطريقه سهله بزاف ناجحه ما كتعجنش معكم السفه نهائيا، وغنشارك معكم الطريقه اللي كندير سهله بزاف وانا متاكده غادي تنال اعجابكم. فما نطولش عليكم، غادي ندوزو للطريقه وكذلك المكونات في دقه واحده. فهمتوا انا نخدم وانتم شوفوا. المهم هنايا درت خديت واحد الطنجره اللي غادي ندير فيها الدغميره ديالي. درت هنا الدجاج يعني هكا الفخيض كامل. غير انا وراجلي، يعني هذا هو القياس اللي درت. نتوما شوفوا نتوما يعني عدد الافراد العائله ديالكم. فاول حاجه غادي نشرمل هاد الدجاج ديالي. هنا غادي ندير خرقوم بلدي تقريبا معلقه صغيره، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار ما كثرتش حيت انا غندير شويه ديال الحار من بعد. هنا درت القزبر حبوب مطحون بحال هكا. هنا درت تومه بودر. الا ما عندكمش ديروا التومه العاديه. صافي غادي نزيد القزبر ومعدنوس هكا طريين كانوا عندي في المجمد من قبل. غادي نزيد واحد راس معلقه ديال الحار ما كثرتش، درت هاد النوعيه هادي. نتوما ديروا اي حار كتفضلوا والكميه اللي بغيتوا. انا ما كثرتش. صافي هنا غندير هاد السمن غنخليه حتى الاخر عاد غنزيدو. غير حطيته حدايا باش ما ننساهش. فانا غادي نحاول انني ندوب هاد الزعفران، يعني يطلق في هاد يدوب ولا يطلق في هاد الماء. انا تقريبا درت نصف كاس ديال الماء غير باش يدوب هذاك الزعفران الشعره فيه. الا عندكم حتى ضامه ديال الزعفران ديروها عوض هذا اللي عندكم. انا كانت عندي هذا درته. صافي غادي نزيدو على الخليط باش نقدر انني نشرمل هذاك الدجاج. بالنسبه لهاد الطريقه كنديرها حتى الدجاج ديال البسطيله. فاش كنبغي نوجد هكا بسطيلات بالدجاج، كان الدجاج اللي كنستعمل كنشرملو من قبل باش كيجي بنين وكيجي رطب. فهمتوا ما كيجيش ناشف وسط البسطيله. هادشي اللي كاين، هذه هي الطريقه اللي كندير. هنا غادي نشرملو مزيان بحال هكا وغادي نغطيه وغادي نخليه تقريبا ساعه ساعتين. غنزيد معاهم حتى واحد شويه ديال البصله اللي قطعتها بحال هكا حتى هي كتطلق داك المذاق ديالها. صافي غادي نغطيه هادشي وغادي نخليه حتى يتشرب مزيان داك الدجاج. انا ما فلحتو ما والو، راه غادي تشرب غير بحال هكا. لاحظتوا ما درتش الزيت. الا درتو الزيت ما غاديش يخلي لكم الزيت، ما كتخليش اللحم اولا الدجاج يتشرب العطريه. داكشي علاش حتى تشرمل داك الدجاج. وهنا بغيت نطيبها عاد درت بغيت نشحر داك الدجاج عاد زدت الزيت اللي غادي نشحر فيها. صافي هنا تقريبا داز تقريبا شي ساعه ولا ساعتين حتى تشرب داك الزيت داك الدجاج مزيان عفوا. ومن بعد خليته زدت عليه الزيت وخليته تشحر. ضروري ان داك الدجاج يتقلى مزيان ويتشحر مزيان. هنايا بين ما يتشحر جيت هنا باش نوجد السفه ديالي. ضروري انكم تاخذوا السفه من تكون نوعيه جيده هكا تكون ما كتعجنش، حيت كاينه واحد النوعيه كتعجن واخا حتى هي وما ديروا ليها في الطرق. صافي هنايا درت السفه ديالي ودهنتها مزيان بالزيت ضروري. كلها خاصها تلبس بداك الزيت. وبهذه الطريقه هذه اللي درت باش ما تهرسش ليكم، يعني حاولوا انكم تحركوا بالطريقه اللي شفتوني درت باش ما تهرسش هذيك السفه وكلها تلبس بالزيت. انا في نفس الوقت انا مقابله هاد الدجاج هذا يعني كيتشحر بحال هكا. انا هنا ما غاديش نفرتت الدجاج من بعد، راه غادي تشوفوا معايا في الاخر غادي نخليهم غير هكا. داكشي علاش ما غاديش نخلي هاد الدجاج حتى يطيب مزيان مزيان. فهمتوا ما غاديش نمرقوه عاوتاني بزاف باش اون فوا يطيب يعني يتشرب غير داك الماء اللي يعني ندير غير كميه قليله ديال الماء اللي غيتشرب داك الدجاج. فهمتوا اللي غيكفيني باش يطيب هذاك الدجاج حيت ما غاديش نفرتته. صافي نتمنى تكونوا فهمتوا شنو كنقصد لكم. هنا خديت تقريبا بصله كبيره قطعتها بحال هكا باش تكون عندي الدغميره ضروري. قطعتها يعني بشكل عشوائي وغادي نزيدها من بعد ما تقلى هذاك الدجاج مزيان. غادي نخلي هذيك البصله حتى كتبدا تذوب شويه وكنزيد يعني ما كنحركهاش. وكنزيد نمرق بالماء عادي ديال الروبيني وغادي نسد عليه ونخلي داك الدجاج حتى يطيب وحتى تعسل هذيك البصله مزيان. راه غادي تشوفوا معايا من بعد. فهنا بالنسبه للصفه انا راه درت يعني تفورات. التفويره الاولى انا كندير للصفه غير جوج تفويرات سواء هاد المدفونه اولا الاخرى العاديه. يعني الطريقه اللي كتخليها انها دغيا كطيب هي هاد القضيه هادي، انكم بعد ما تفور تقريبا 10 دقائق في المره الاولى كتقلبوها هكا يعني في واحد البانيو ولا شي حاجه اللي كتخدموا فيها، وغادي تخويو عليها الماء السخون اللي كانت كتفور به هذيك الصفه بحال هكا. وغادي تزيدوا الملحه وغادي تخليو هاد السفاف هاد الماء يعني طايب سخون مزيان تقريبا 5 دقائق حتى كتشرب تقريبا داك الماء وكتحسوا بها يعني اللون ديالها صافي كيتغير كيولي يعني بيض بحال طابت تقريبا نص طيبه. صافي ومن بعد غادي نصفيها. صافي هنايا من بعد ما صفيتها بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. غادي نرجعها الفوره الثانيه. ضروري هكا يعني فاش تخويو داك الماء حاولوا انكم تحلوا يعني هاد السفه هذه
يعني ما تبقاش مجموعه، راه داك الماء كيسهل ان ديك الصفه ما كتبقاش مجموعه. فهمتوا شنو كنقصد لكم؟ صافي هنايا من بعد ما فرط الفوره الثانيه، درت ليها الزبده. كنزيد الزبده مباشره وهي سخونه قبل ما هنا راه مازال ما بديت كنحل فيها. كنزيد الزبده، كديروا اي زبده كتفضلوا. انا كندير هاد الليليه هادي وانتم ديروا اللي يعجبكم. وكنحاول انني نخلط مزيان، حين راه كانت سخونه باقا. كنحرك غير بالمعلقه. صافي كنخلي حتى كتذوب هذيك الزبده. عاد نبدا نحل فيها. شوفوا هنايا بالنسبه للضغميره، هنا بديت كنحرك فيها بشويه بشويه. راني زدت شويه ديال العسل، اولا زيدوا السكر اللي يعجبكم زدتو في هذه الاثناء هذه. ما صورتهاش حيت كنت مزروبه صافي، ما يعني صافي يعني دركني الوقت، ولا ما عرفتش كيفاش كيقولوا. صافي دغيا راه درت تاع ديال القرفه، راه درتو في الاول، ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا، شفتو دابا في المونتاج. المهم هنايا راه صافي دغمرات، غنخليها غير شي شويه تشرب ديك المرقه وغادي نطفي ليها. بالنسبه للسفه ديالي من بعد ما حليتها، هي كيفاش كتولي. يعني كتحل وكتجي زوينه، ما كتكونش يعني معجنه نهائيا، وكتجي بنينه. وضروري انها تكون طايبه، يعني ضروري تكون طايبه. خليوها في ديك القضيه اللي وريتكم، ولا ديك الطريقه اللي وريتكم ديال انكم تخليو السفه في الماء يكون سخون. راه هي اللي كتسهل ان السفه دغيا كطيب. هذيك هي يعني الخطوه اللي كتسهل ان السفه دغيا كطيب ليكم، ما كتاخذش الوقت. صافي هنا بعد ما حليتها مزيان، يعني كنعاون بحال هكا بالزبده، هي اللي كتخلي ديك الصفه كتولي يعني ميدمه باش دغيا كتحل لكم. فهمتوا؟ بطبيعه الحال راه ما خصهاش الا كانت معجنه من الاول، راه ما غاديش تولي لكم بحال هكا نهائيا. من الاول خدموا الطريقه اللي شاركت معكم بالضبط، باش هكا تصدق لكم الصفه ديالكم. صافي هنايا خديت هذا المول، درت له السلوفان حيتاش بدا كيتقشر ليا من الجناب. دورت عليه السلوفان كامل بهذه الطريقه هذه. كتاخذوا اي اطار بغيتو، انا كان عندي هذا الاطار ديال هذا المول هذا اللي كيتحل من الجنب. صافي ودرت الطبقه الاولى ديال الصفه. هنا راه درت واحد الطبقه، يعني كثرت الطبقه الاولى، كثرتها ديال الصفه على الفوق. ولكن نتوما قادو، هنا غير انا وراجلي ما صافي دغيا داكشي، وكان القرب يأذن وبغيت صافي نحطو باش نجلس. فهمتوا كيفاش؟ هنا حطيت كل واحد فينا حطيت جهته الفخيض اللي غياكل ديال الدجاج. ودرت الدغميره هكا بشكل متساوي على السطح ديال السفه كله بهذه الطريقه هذه. مثلا الا عندكم ضياف او لا نتوما العائله كثيره، ولا راه غادي تفرتتوا هذاك الدجاج كامل باش وتخلطوه مع ديك الدغميره، وغادي تحطوه بحال هكا بهذه الطريقه اللي كندير. وصافي فهمتوا، غيجي الدجاج موزع على كاع الجوايه. هادشي اللي كاين. المهم هي الفكره تكون وصلتكم والطريقه تكون وصلتكم. اما بالنسبه لطريقه التقديم راه كتختلف من طريقه لاخرى، كل واحد كيزين بالطريقه اللي بغا وكيقدم الطبق ديالو بالطريقه اللي بغا. المهم انا هنايا كانت الكميه ديال السفه بقات ليا غير قليله، ما قداتنيش من الفوق. صافي قلت ماشي مشكل، نتوما راه غادي تعرفوا كيفاش تخدموا الا كانوا عندكم هكا الضياف ولا. وغادي نزين بسكر كلاصي، وغادي نزين بالقرفه واللوز هكا مطحون مع الكاوكاو. بهاد الطريقه هذه زينت بطريقه بسيطه بزاف. نتوما زينوا بالطريقه اللي بغيتو. يمكن لكم ديروا مشماش تعمروه بالعقده ديال اللوز من الداخل وتزينوا به، على حساب نتوما كيفاش بغيتو تقدموا السفه ديالكم. وكنقول لكم سمحوا لي على صوتي، راه ضربني شويه البرد، داكشي علاش. يعني كنجيكم بحال كان يعني بحال صوتي مبدل شويه. المهم هو انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، ونتمنى الا كنتوا استفدتوا منه ما تنسونيش من لايكاتكم للفيديو، تعليقاتكم المحفزه كيف ديما. الا كنتي اول مره تزوري القناه ما تنسيش انك تكليكي على اشتراك والجرس تفعليه باش دائما توصلي بكل ما هو جديد. نتلاقاو في فيديو احسن من هذا ان شاء الله، والسلام عليكم.